السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسجل خطر في شهر رجب، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه أخي الكريم وانتبهي أختي الفاضلة، فأنتم في شهر من الأشهر الحرم وهو شهر رجب. والأشهر الحرم 4، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ودول 3 ورا بعض، ورجب بيسمى رجب الفرد لأنه لوحده. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالحسنة بتضاعف في تلك الأشهر الحرم، أما السيئة لا تضاعف، وليس هناك أي دليل على مضاعفة السيئة، ولكن يعظم إثمها. وعايزين نركز بين الفرق بين الكلمتين. يعني السيئة مش هتبقى سيئتين، لكنها هتبقى سيئة شديدة جدا، وسيئة يعني صعبة جدا على الإنسان، لأنه يعظم إثمها في الأشهر الحرم. قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من العلماء من قال أن الضمير في قوله فيهن عائد على شهور السنة كلها، وهذا كلام صحيح. لكن من العلماء من قال فعلا هو عائد على شهور السنة كلها، لكن على وجه الخصوص في الأشهر الحرم، لأن في الأشهر الحرم بتضاعف الحسنة، تمام، والسيئة يعظم إثمها ويعظم أثرها على الإنسان. فعشان كده يجب على الإنسان أنه هو يعظم حرمات الله عز وجل في السنة كلها، وبخاصة في الأشهر الحرم. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله هي كل ما جعله الله ذا حرمة ومكانة ومنزلة، سواء كان هذا الأمر هو المكان زي مكة لها يعني قدسية عظيمة، تمام كده، أو زمانا كالأشهر الحرم، أو أشخاصا كالأنبياء والشهداء والصالحين، تمام، كل هؤلاء لهم حرمة عظيمة. فحرمة المكان تتمثل في مكة، وحرمة الزمان تتمثل في الأشهر الحرم، وحرمة الأشخاص تتمثل في الأنبياء والشهداء والصالحين، لهم حرمة عظيمة. ففعل الطاعات في الأشهر الحرم تضاعف حسناتها بفضل الله، وترك المعاصي أيضا يزداد أجرها بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الوقوع في المعصية في الأشهر الحرم فيعظم إثمها لكن لا يكثر عددها، يعني يعظم الإثم لكن لا يتضاعف العدد، لأن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما قال جل وعلا سبحانه وتعالى. فارتكاب المعاصي حبايبي في الأشهر الحرم يعظم إثمها من جهتين. يعني ندي مثال بسيط بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو واحد سرق في أي يوم من أيام السنة، تمام كده، وسواء في الأشهر الحرم أو غير الحرم، تمام، فهذا الإنسان بياخد إثم وذنب السرقة، لكنه يكون عليه ذنب آخر من جهة أنه لم يحفظ حرمة الأشهر الحرم. يعني لو أن إنسان سرق في أي شهر من شهور ال 12 فعليه اسم أنه سرق، تمام، لكن لو سرق في الأشهر الحرم يبقى عليه إثم السرقة، والإثم الثاني أو الذنب الثاني أنه لم يحفظ حرمة الأشهر الحرم. أما قول الله عز وجل، ده عايزين نقف معاه شوية، أما قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فده بيتضمن 3 معاني. إيه هما؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بترك الطاعات، إن الإنسان يقصر في حق الله في تلك الأشهر المباركة اللي هي مواسم للطاعة ومواسم للخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إن رجب شهر شهر البذر، بنحط فيه البذرة، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بنسقي فيه البذرة ديت، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. وأعظم ما نحصده في شهر رمضان هو الفوز بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرفها طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله
تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما واحد قال لأبي هريرة ما هي التقوى؟ قال له إذا مشيت في أرض فيه الشوك فماذا تفعل؟ قال أتجنب الشوك، يعني أتحرك يمين وشمال عشان ما أدوس على الشوك ده. قال له هكذا فافعل، هي دي التقوى، أن تتجنب كل ما يغضب الله، وأن تتجنب كل ما يكون سببا في دخولك النار يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. يبقى قول المولى عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم بيتضمن كم معنى؟ لسه قايلين، قلنا 3 معاني. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعات. ما يجيش شهر رجب ونلاقي حد ما بيصليش، ما بيقرأش قرآن، ما بيذكرش المولى عز وجل، ما بيصلش أرحامه، ما بيبرش والديه. لا، لابد من إيه؟ من ان احنا نفعل الطاعات، بل ونكثر من الطاعات. والمعنى الثاني فلا تظلموا فيهن انفسكم بارتكاب الذنوب والمعاصي في تلك الاشهر الحرم، لان زي ما قلنا الذنب مش بيتضاعف في العدد، ولكن يعظم الاثم في تلك الاشهر الحرم. طيب المعنى الثالث والاخير فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني لا تظلموا اخوانكم المسلمين. تمام؟ ليه؟ لأن أحيانا يطلق كلمة النفس ويراد بها أخوك المسلم أو أخاك المسلم. زي إيه؟ زي مثلا في حادثة الإفك التي اتهمت فيها الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما اتهمت بفعل الفاحشة مع الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي. فنزل قول المولى عز وجل ولولا إذ سمعتموه، خد بالك، لولا إذ سمعتموه يعني لولا حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، يعني هذا كذب واضح. إيه سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية حبايبي إن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه وأم أيوب الأنصارية اللي هي زوجته، تمام، كانوا قاعدين مع بعض. فأم أيوب بتسأل أبا أيوب، بتقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعل ما اتهم به؟ يعني كنت تفعل الفاحشة مع أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قال لا والله. قالت له فوالله لصفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب. يعني إذا كنت أنت لا يمكن تفعل يبقى هو مستحيل يفعل هذا. ثم قال لها أبو أيوب وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان أمنا عائشة أكنت تفعلي ما اتهمت به؟ قالت لا والله. فقال لها فوالله لعائشة أفضل منك وخير منك يا أم أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، أي ظنوا خيرا بأمنا عائشة وصفوان بن المعطل السلمي، وقالوا هذا إفك مبين، يعني هذا كذب واضح. إذن فالذي يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي طوال العام ولا يتوب في الأشهر الحرم ويظل يبارز المولى عز وجل بالذنوب والمعاصي، احنا بنعتبره في الأشهر الحرم وفي شهر رجب طبعا أولهم اهو بنعتبره مسجل خطر. فعشان كده بنقول له لابد أن تتوب وأن ترجع إلى الله، ونحن لا نقنط أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذنوب كتيرة يا شيخ محمود، حتى لو كانت كتيرة ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا كبيرا في السن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، قال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال له صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل قال له وغدراتي وفجراتي؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر والنبي يبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن فهي دعوة إلى التوبة والعودة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اوعى تفضل تعصي ربنا في الأشهر الحرم لحسن تبقى مسجل خطر. جمعني الله وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.